السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله أنتم بخير، إن شاء الله أنتم تمام. حنبدأ الليلة يا شباب في باب التفاضل. ده أول درس في باب التفاضل يا شباب، أول درس في باب التفاضل اللي هو التغير ومتوسط معدل التغير. ده الناس يعني حيقولوا أوه يعني تفاضل بسيط جدا سهل. طيب يا شباب، زي ما قلت لكم حاجة سهلة جدا التفاضل، تمام. طيب يا شباب، عندنا السؤال ده، طبعا السؤال ده تمهيد، تمام، تمهيد. جد معدل التغير في س، جد معدل التغير في س إذا تغيرت اللي هي س، إذا تغيرت س يعني من 2 إلى 3. طيب طبعا ده تمهيد يا شباب، مش الدرس، يعني تمهيد، تمهيد ما مش بعيد يعني من الدرس. طيب جد معدل التغير في س إذا تغيرت من 2 إلى 5. طيب معدل التغير اللي هو أقول هنا شنو؟ دلتا س. واحد هيقول دلتا س شنو؟ اقول لك اصبر شويه اوريك. دلتا س بيساوي س 2 ناقص س 1. هيقول لي لسه ما عرفت دلتا س، ما اعرف دلتا شنو، ما بعرف. طيب بسيطه جدا، عادي عادي طبعا، هي يعني حاجه عاديه يعني، تمام، لان يمكن دلتا دي اول مره تمر عليكم ولا كده. طيب دلتا يعني شنو؟ مثلا لو عندي دلتا حاجه، اما اقول دلتا حاجه يعني دلتا س، دلتا عين، دلتا اي حاجه، تمام، بتساوي شنو؟ بتساوي حاجة حاجة رقم 2 ناقص حاجة رقم 1. هنا مثلا عندي دلتا س، كتبت دلتا س بتساوي دلتا س دي نعتبرها الحاجة. قلت أنا حاجة 2 ناقص حاجة 1، يعني حقول هنا شنو؟ بدل حاجة حقول س 2، لأنه هنا حاجة 2، والناقص دي الناقص دي ثابتة، فهي دلتا ناقص حاجة 1. وهنا كتبت س 1. حتقول لي طب ليه بدأت بالاثنين وما بدأت بالواحد؟ حقول لك حسي حوريك، حسي حتعرف ليه بدأت بالاثنين ما بدأت بالواحد. المهم زي ما قلنا دلتا س تساوي س 2 ناقص س 1. ولو قلت مثلا، لو قلت دلتا صاد مثلا، على طول بنفس القاعدة دي، صاد 2 ناقص صاد 1، دلتا عين 2 ناقص عين 1. بسيطة جدا بس، تمام. طيب يلا هسه ده احدد يا تفهم س 1 ويا تفهم س 2. هو قال لي جد معدل التغير في س إذا تغير س من س 1 إلى س 2. بدل لي بشنو؟ بدل لي بالاثنين، معناتها دي س 1 إلى شنو؟ إلى س 2. يعني بعد كلمة إلى دي س 2. أو بسيطة جدا من المسألة، الرقم اللي بيلاقيك أول حاجة هو س 1، والرقم اللي بيلاقيك تاني حاجة هو س 2 بس. يلا حسي ده أقوم أعوض، أقول دلتا س بتساوي، عوضي س 2 بكم؟ س 2 ب5، يعني أعوض هنا 5، الناقص زي ما هي ناقص السين 1 بكم؟ بالاثنين، يعني هنا كم؟ 2. طيب 5 ناقص 2 كم؟ 5 ناقص 2 3. طيب واحد يقول لي انت ما جاوبت عن السؤال، ليه بدأت بالاثنين وما بدأت بالواحد؟ طيب ده معدل تغير، ده تغير صح ولا تغير؟ طيب انا افرض مثلا امبارح كان معي 2000، امبارح كان معي 2000، الليلة بقى عندي كم؟ بقى عندي 5000. أنا حاسي ده أعرف قروشي تغيرت قدر شنو؟ حقوم شنو؟ حقوم أطرح اللي هو سين 2 ناقص سين 1. ليه؟ لأنه 5 ناقص 2 كم؟ 3. ولو ملاحظ أنا لو كان امبارح عندي 2000 والليلة بقى عندي 5، معناته قروشي زادت كم؟ زادت 3، عشان كده 3 بالموجب، يعني زيادة زادت بالموجب. طيب ناخد كم مثال تاني. طيب يا شباب، هنا بيقول لي جد معدل التغير في س إذا تغيرت س من -3 إلى 4. طبعا أول شيء أحدد هنا طبعا دي س 1 ودي س 2، وأكتب القانون دلتا س بساوي س 2 ناقص س 1. طيب دلتا س 2 ناقص س 1. طب دلتا س تساوي، أعوض أي س أعوضها زي ما هي. هنا س 2 بكم؟ س 2 ب4، يبقى عوض س 2 ب4، وس 1 بكم؟ بسالب 3. دقيقة، أنا عندي هنا كم؟ هنا عندي سالب بتاع القانون، صح؟ سالب بتاع القانون ده ثابت في أي قانون بتاع دلتا، يعني أنزل السالب زي ما هو، سالب حق القانون. طيب وأنا عندي هنا كم؟ ما عندي 3، عندي -3، صح؟ حنزلها زي ما هي بالضبط، مش س 1 -3، خلاص -3.
يلا أنا عندي سالب وسالب أخليهم موجب بس. واحد يقول لي أنا ما فهمت، أقول لك عادي، مثلا لو أنا عندي مثلا خمسة، خمسة ناقص واحد، حتطلع شنو؟ 5 زائد 1 بس. تمام؟ يعني لما ألاقي سالب وسالب كده أخليهم موجب بس. طيب 4 زائد 3 كم؟ 7. تمام. ولو جينا نشرحها طبعا بطريقة الأموال، أنا مثلا امبارح كنت متدين 3 ليه؟ لأنه بالسالب كنت متدين 3000، الليلة بقى عندي 4000، وما متدين، بقى عندي 4000. يعني أنا حالي تغير قد أنا أول شيء كنت مديون 3، يعني كأنه شنو؟ كأنه ادوني 7 صح؟ كأنه ادوني 7000. 3000 قمت رجعت بيها ديني وعندي في جيبي 4000. التغير 7. تمام، كأنهم ادوني 7 قمت رجعت 3 الدين و4 في جيبي. تمام كده. طيب يا شباب نرجع للدرس. طبعا يا شباب خلاص خلصنا تمهيد، نرجع للدرس يا شباب. طبعا يا شباب الدرس ده بسيط جدا، ممكن حتى مثال واحد خاص يكفي. طب ناخذ المثال ده. طيب يقول لي هنا احسب متوسط معدل التغير للدالة ص تساوي د س. طبعا انا عارف ان يمكن في ناس ما فاهمين، لكن حتوضح الامور شويه شويه يا شباب. طيب ص تساوي د س تساوي س تربيع. ليه انا كتبت هنا ص تساوي د س؟ عشان اوري الناس انه ص هي نفسها د س، ودال س هي نفسها ص يا شباب، نفس الشيء، كلهم نفس الشيء. ص هي نفسها د س، ودال س هي نفسها ص. طب يلا بساوي شنو؟ س تربيع. تمام. كالعادة هنا عندما تتغير س من 1 إلى 2، طبعا طوال ناخد هنا س 1 وس 2. طبعا يا شباب يلا شباب، في الدرس ده عندنا قانون واحد وما عندنا قانون غيره، قانون واحد بس. الدرس ده بس عندنا قانون واحد اللي هو ده القانون. تقول القانون ده شنو؟ لا اله الا الله، بسيط جدا. انا مش قبل شويه يا شباب قلت لكم انه دلتا س بتساوي س 2 ناقص س 1؟ ايوه، وهو دي قاعده دلتا س ومعاها س 2 ناقص س 1. الجديد شنو؟ الجديد اللي هو دلتا ص. انا قبل شويه لمحت قلت يا شباب لو مثلا عندي د ص بتساوي ص 2 ناقص ص 1، مش؟ ايوه، وهو دي ص دلتا ص قاعده بتساوي طبعا د س 2 ناقص د س 1. هتقول لي طيب ليه ما ص 2 ناقص ص 1؟ ما انا قلت قبل شويه انه ص هي نفسها د س، يعني ديل الاثنين كده تعافل، بيقول لك الاثنين ديل واحد بس كده بس. تمام. ممكن لو حاب تقول دلتا د س برضه نفس الشيء، ما انا قلت لك انه صاد هي نفسها د س. ممكن اقول هنا مثلا برضه دلتا س، ممكن اقول دلتا د س، دلتا د س بتساوي د س 1 د س 2 ناقص د س 1 بس، نفس الشيء. طيب هسه بتقول طب هنا مديني دالة ومديني س تربيع، دي حلها كيف؟ بسيطة جدا، امشي بالقانون. خلينا نكتب القانون. اول شيء تكتب القانون طبعا اللي هو دلتا، خلينا نقول المرة دي دلتا د س على دلتا س بساوي س دلتا د س 2 ناقص د س 1 على س 2 ناقص س 1، نفس القانون اللي فوق. واحد يمكن يطلع لي القانون طويل وكده يا شباب، بس مثالين كده وحتفهم. طيب حسي ده الامر بسيط جدا. نحن حسي ده مش حددنا س 1 وس 2؟ هتقول لي ايوه، خلاص حبيب بس عوض تاني بعد بعد شنو؟ تعويض بس، تعويض تاني بعد شنو؟ تعويض بس خلاص، ما باقي الا تعويض. طيب ننزل برضو نفس الشيء، دلتا د س ننزلها زي ما هي دي، دلتا د س على دلتا س بتساوي هنا، يلا نعوض د س 2. د س 2 اول شيء اشوف س 2 وين عشان اجيب د س 2 دي. طيب س 2 وين؟ اللي هي دي، اللي هي الاثنين دي صح؟ ايوه. وطيب د س وين؟ د س قال لي س تربيع، يعني الدالة زي ما اخذنا في الدوال، الدالة المرة دي الدالة اللي حنشتغل بها اللي هي س تربيع، وانا عندي س 2 بكم؟ ب2. فمعناتها بقول شنو؟ معناتها حقول اعوض السين هنا بكم؟ ب2 صح؟ مش السين 2 هنا 2. هتقول لي ايوه، يعني اشيل س 2 دي اعوض محل الاثنين، حقول د 2. تمام. ناقص س 1 بكم؟ ب1، فهقول د 1. ما هو السين 1 هو نفسه الواحد صح؟ ايوه. على س 2 بكم؟ اللي هي الاثنين نفسها الاثنين، ناقص س 1 بكم؟ اللي هو الواحد.
يلا يا شباب ممكن طبعا اعمل كده على طول، طبعا ما فيها مشكلة. يعني اقول دلتا س، دلتا د س على دلتا س بيساوي، عادي يا شباب، ما في داعي ممكن اكررها تاني، ممكن لو حبت تكررها عادي ما فيها مشكلة. يلا يا شباب، حسي ده لازم اجيب ده الاثنين بتساوي كم، ما انا عندي الدالة خلاص، بعد ده بقى سهل. طيب يا شباب ده الاثنين حتساوي كم؟ ده الاثنين اللي هو عوض السين هنا، عوض اثنين هنا شنو؟ سين تربيع، معناتها حقول اثنين تربيع، اثنين تربيع، مش الاثنين تربيع دي كم؟ 4، فحاكتب هنا 4. تاني يا شباب، انا هنا عندي هنا كم؟ دال 2 صح؟ يلا امشي عند الدال س، دال س هي كم؟ س تربيع صح؟ س تربيع صح ولا لا؟ اعوض الاثنين دي محل السين، حتصير بدل س تربيع اعوض السين بالاثنين، حتبقى الاثنين والتربيع من هنا تربيع، 2 تربيع كم؟ اللي هو 2 في 2 4، نزلت الاربعة زي ما هي، وهنا عندي ناقص الواحد اعوضه برضه في الدالة، حتبقى 1 وهنا في تربيع، الواحد تربيع كم؟ 1 تربيع 1، طول عمره 1، حيبقى هنا 1، وهنا عندي 2 ناقص 1، 2 ناقص 1. يلا بعد ده خلاص صارت بسيطة، 4 ناقص 1 3، 2 ناقص 1 1، و3 على 1 اللي هو 3 بس. كده المسألة بسيطة جدا. ناخذ مثال تاني. طيب يا شباب ده المثال الثاني. طبعا يا شباب قبل ما ناخذ المثال الثاني، انت معقول واصل لهنا، معقولة ما سويت لايك، معقولة ما كتبت تعليق؟ سوي لايك. شوف انا تعبان كيف وكاتب كده، انت ما سويت شيء، انت كل اللي عليك تسوي لايك، انا كل اللي علي اكتب وما وارفع المقطع واشرح وكده، انت عملك بسيط في الاخير. وطبعا اكتبوا تعليق، انا اقرا تعليقاتكم كلكم، ما تقول والله انا اكتب تعليق ما يشوفني، لا، على طول اشوفك، تمام؟ اللي عنده تعليق يكتب على طول، تمام؟ طيب، وطبعا يشير المقطع وكده يا شباب. طيب طبعا اي شخص شاف المثال الاول يحاول يحل المثال الثاني، يوقف الفيديو ويحل المثال ده، تمام؟ نفس الفكرة بالضبط، ما في اي حاجة تغيرت، بس انا خطيت هنا سالب، والسالب ما يفرق يعني، تمام؟ حاول تحله لحالك كده، وقف الفيديو بس وحاول تحل. طيب يلا بعد ما شغلت الفيديو طيب يا شباب، طيب هنا اول شيء احدد، هنا عندي سين 1 وهنا عندي سين 2، لو حددت بعدين، لو حددت بعد ما تحل المسألة مش مشكلة عادي، تمام؟ حل اي طريقة يعني، تمام؟ المهم بس الاجابة النهائية 1. طيب كل زول عنده طريقته. طيب يا شباب، جد متوسط معدل تغير الدالة دال س، اللي هو طبعا الدالة اللي هي 2 س ناقص 1، إذا تغيرت س من سالب 4 إلى 1، طبعا دي س 1 لأنه دي جاتني في البداية، دي لاقتني أول، بعدين دي س 2 اللي هي الواحد، السالب 4 س 1، والواحد مش س 1 لا س 2 لأنه هو لاقاني تاني. طيب أكتب القانون حقي، دلتا، ممكن تقول دلتا صاد ولا دلتا دال س، لكن عشان أسهل يعني دلتا دال س، عشان يكون واضح يعني، دلتا دال س على دلتا س بتساوي، ما دام هنا عندي دال س اقول هنا الدلتا بتاعه بتكون 2 ناقص 1، يعني دال س 2 ناقص دال س 1. طبعا الاثنين الواحد اكتبهم تحت السين، مش هنا مثلا اكتبهم، لا هنا جوا السين. طيب على طبعا س 2 ناقص س 1 اللي هي شنو؟ اللي هي دلتا س، س 2 ناقص س 1. طيب يلا اقول هنا طبعا يساوي، طيب دال س 2 يعني س 2 بكم؟ ب1، يعني اقول دال 1 ناقص اللي هو هنا س 1 بكم؟ بسالب 4، يعني ناقص دال سالب 4، دال سالب 4 على شنو؟ س 2 بكم؟ بالواحد نفسه، ناقص حق القانون، ودي شنو؟ دي سالب 4، حكتبها سالب 4 زي ما هي، وطبعا حخليها زايد. طيب يلا يا شباب اقوم هسه ده اجيب قيمة دال 1 ودال سالب 4. طيب دال 1 بكم؟ اول شيء دال 1 ممكن لو حابي مثلا بدل ما تحله برا يعني تحله جوا. طيب دال س عندي بكم؟ ب2 س ناقص 1، اكتب هنا 2، طبعا اعوض السين بكم؟ ب1. لو انت كتبته برا هنا ولا في المسألة عادي ما فيها مشكلة.
اهم حاجة لما توقف الفيديو وتشغله تاني تكون الاجابة زي ما هي. لو والله الاجابة طلعت غلط فمش مشكلة، الزول يتعلم من اخطائه ودي حاجة كويسة تخليك ما تغلط تاني. طيب قلنا هنا دال واحد يعني عوض اي سين بواحد. هنا عندي الاثنين نزلتها اثنين والسين اعوضها بواحد. هنا عندي ناقص واحد. تمام، ناقص واحد هنا ناقص واحد. تمام، يلا اقول ناقص هنا طبعا ناقص اتنين سين ناقص واحد. اتنين طبعا بدل السين احط سالب اربعة، سالب اربعة. تمام، وهنا عندي ناقص واحد، ناقص واحد. طيب يا شباب على طبعا هنا ممكن نجمع هنا اخليها خمسة يعني اللي هو واحد زائد اربعة. طيب يا شباب نجيب نواتج اللي هنا. اول واحد مثلا يقول لي والله انا عندنا واحد ناقص واحد دي صفر. لا حبيبي، اول حاجة في العمليات يا شباب ترتيب العمليات، اول حاجة اقواس، بعدين عندي اللي هو اسس يعني اسس القوة يعني. تالت حاجة عندي اللي هو ضرب وقسمة. تمام، ورابع حاجة عندي شنو؟ عندي اللي هو جمع وطرح. يعني يا شباب انا لو لاقتني اي مسألة يا شباب، اول شيء الاقواس احسب اي حاجة جوا قوس اقوم احسبها اول. تمام، ولو في اسس اقوم احسب الاس. ما لقيت اس يلا امشي للضرب والقسمة. خلصت من الضرب والقسمة امشي للجمع والطرح. تمام، فاول شيء طبعا طبعا ممكن حسي طب نجيب ناتج القوس ده. طيب هنا طبعا اتنين في سالب اربعة بكم؟ اتنين في سالب اربعة سالب تمانية صح؟ هنا دي سالب تمانية، وهنا عندي سالب تمانية، وهنا عندي سالب واحد. سالب تمانية وسالب واحد كم؟ سالب تسعة. السوالب بيقووا بعض صح؟ يعني مثلا لو عندي سالب سبعة سالب ستة اقول سبعة زائد ستة اللي هو 13 وكلهم إشارتهم سالب يبقى هنا سالب. السوالب بيقووا بعض، حتى زي ما الموجب بيقووا بعض. يعني مثلا عندي سبعة زائد 3 10، موجب وموجب جمعتهم مع بعض دوني 10. برضه لو سالب وسالب اجمعهم مع بعض وخد نفس الإشارة زي الموجب. طيب هنا قلنا دي هنا سالب 9. طيب هنا في سالب طبعا هيبقى زايد. طيب يلا نشوف هنا 2 في 1 ب2. 2 في 1 2. 2 ناقص 1 1 طبعا. وهنا عندي 5 هيبقى الناتج 1 زائد 9 10. وهنا عندي 5 و10 على 5 طبعا على 5 فيها الواحد على 5 فيها الاثنين هيبقى كم؟ 2. بس الجواب طلع 2. طبعا واحد يقول لي انت ليه هنا سويت قوس؟ ما عشان هنا في سالب لازم اسوي قوس. ليش لازم اسوي قوس؟ اسوي قوس اجيب ناتج القوس ده وخلاص. تمام، لانه لو ما خطيت السالب كاني بقول شنو؟ كاني بقول مثلا سالب 1 سالب 2. تمام، كاني بقول سالب 1 سالب 2. المهم ممكن برضو بدون قوس ما في مشكلة تقول يعني بدون ما تعمل القوس ده تقول سالب، يعني تجيب عملية الضرب اللي هنا وتاني تقول هنا سالب 8 وسالب 1 سالب 9 عادي مش مشكلة. بس وبس يا شباب. طبعا هنا بكون وصلت لنهاية الدرس. ايوه الدرس بيكون هتقول لي التفاضل بهذه البساطة، اقول لك لسه كمان في حالات في التفاضل لكن كلها اسهل من الدرس ده كمان وبسيطة جدا. ما مسائل طويلة زي دي. تمام، مسائل كده سطر واحد سطرين بسيطة جدا. تمام، ولو ما عملت لايك سوي لايك للمرة الأخيرة. تمام، والسلام عليكم.